اهلا بيكم. فيديو النهارده عن اسرع واجمل لفات للطرح، تتلف بطريقه سهله جدا وتكون عمليه جدا، خصوصا للبنوتات في الجامعه، في المدارس، كمان الموظفات. الحقيقه فيديو النهارده انا بوفي بوعدي، لان الطلب مني كتير ان اعمل فيديو للفات الطرح، تكون لفات سهله وعمليه. ووعدت كتير ان اعمله، ودورت كتير على اسهل لفات للطرح وتكون بطريقه شيك جدا، لحد ما وصلت لكام لفه كده حلوين جدا. اول 7 لفات موجودين معانا هنا في الفيديو ده. اول لفه للطرح اللي شفناها، ودي التانية. دي طبعا السكارف الصغير بيكون مفضل جدا عند البنوتات والانسات، بيكون عملي قوي. اللفه بتاعته عمليه وسهله جدا وبسيطه زي ما احنا شايفين. دي تالت لفه للطرحه، تعجبكم جدا، سهله جدا، خصوصا كمان للي مش بتحب تحط دبابيس كتير على راسها، لان فعلا الدبابيس بتضايق جدا في الطرح. فدي خاليه من الدبابيس تماما، ما عدا بقى الدبوس اللي قدامنا ده تحفه، تحفه جدا، ومش مؤلم بقى ولا زي الدبابيس التانية بتعمل حساسيه. لا، الدبوس ده فعلا رائع يا جماعه، انصحكم ان انتوا تجيبوه، وهو اصلا يعني مش غالي خالص خالص نهائي يعني. اللفه التالتة اعتقد سهل قوي قوي، برضو بنفس الدبوس اللي بقولك عليه، مش الدبوس الإبرة بقى اللي بيشك الرقبة ويعمل حساسية فيها، لا ده تحفة ورخيص ومتواجد في كل مكان. لفة بسيطة جدا، والجميل في اللفات دي بقى ان هي مش مزعجة في الحر، مش هتحسسك بقى بالكتم على رقبتك او على راسك، لا دي جميلة قوي. وانتي ممكن تلفيها وتبحبحيها شوية على رقبتك، زي ما تحبي، فاهماني؟ شوفي لفه شيك ازاي، وما استخدمتش فيها ولا دبوس غير دبوس واحد فقط، اهو برضو نفس الدبوس، حلوه جدا. طبعا اللفه دي بسكارف برضو صغير. اللفه دي بنقول عليها لفه الموظفات، لانها عمليه وسريعه جدا وجميله وشيك في نفس الوقت، زي ما احنا شايفين حلوه جدا. دي بقى اللفه دي شويه تركي، برضو مفيش غير الدبوس بس اللي حطيته، وهتلفها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب.